السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. معكم سلوى الصديق لفرش العرايس. قبل ما نبتدي الفيديو نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معنا النهارده شقة عروسة جديدة، يا رب شغلي فيها يعجبكم. شقة عروستنا النهارده في مدينة دمياط الجديدة في دار مصر. من بداية الشقة كده نقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنا النيش بتاع العروسة، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عملت لها هنا 2 قارورة في الرف الأول، وفي النص كده طقم كريستال. بسم الله ما شاء الله. ربنا يسعدها يا رب ويهنيها، حاجتها كانت رقيقة وهي ذوق وعسل، ربنا يصلح حالها يا رب. هنا هحط لها طقم الشاي والجاتوه، حطيت لها مع طقم الكاسات ده بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله. ومن تحت برضو عملت لها طقم شربات ومع طقم خشاف كريستال. اللهم بارك. وعملت من تحت الطقم الصيني زي ما حضراتكم شايفين كده ما شاء الله. هنا البوفيه بتاعها حطت لها بقى الطقم الصيني. النيش والبوفيه كان معاهم الصالون ده، يعني الريسبشن انا ما صورتوش لان كان في كراكيب بقى، وكل الكراكيب اللي طلعت من الغرف ما كانتش خلصت لما انا كنت ماشيه يعني، فمعرفتش اصوره. هنا حطيت لها جزء من طقم الاكروبال وتحت شنطه المعالق، وباقي طقم الاكروبال هنا. انما باقي الشقه مصورها لكم، بس الريسبشن ما عرفتش اصوره للاسف. هو كان بس مع الصالون والسفره وحمام الضيوف. هنا كده بقى المطبخ. طبعا احنا مش عارفين كلنا تفصيلة شقق دار مصر، اللي هي الطرقة الطويلة وفيها الغرف والمطبخ والحمام. هنا في بداية المطبخ كده الكولدير. هنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان الضرفة دي لسه خان، بس طبعا ما سبتهاش في حالها لأن الحاجة اللهم بارك كانت كتير، والظرف برضو ما أخدتش معايا حاجات كتير. كان في زاوية كده ضلفة سحرية كده، حطيت لها فيها باقي الكوبايات بتاعتها بتاع كوبايات المية والعصير. وهنا كان طقم قهوة بالبراد ومجات، حاجات برضو دي اللي هي استعمالها الشخصي، كان قريب كده للرشاقة. هنا حطيت لها طقم العشاء الكيوت ده، وطقم شاي ومية، وكان في طقم قهوة بس ما كانش لسه جه، سبت له المكان ده. وهنا الرشاقة اللي هي البلاستيك. هنا بقى تحت الحوض، طبعا نظرا للمساحة حط لها هنا حاجة الخزين والبلاستيكات دي. وهيتحط برضو بعض المنظفات جنبها. هنا كانت الرخامة ده حطت لها طقم التوزيع الستانلس وطقم المعالق ده على الرخامة. وهنا كانت غسالة الأطباق تحت الحوض. في الحيطة التانية كده كان التلاجات LG والديب فريزر جنبها. وهنا البوتاجاز اللهم بارك. عارفة بقى اللي فوق البوتاجاز عملتها لها الأكيسة، ومن فوق حطت لها الحاجات اللي هي الحوامل دي عشان ما نزحمش الرخامة، اللي هي الطقم الشاي اللي على صينية دي، وطقم الشوربة بالبولة بتاعته الكبيرة. هنا حطت لها الخلاط بتاعه والكبة والهاند بلندر. هنا بقى الضرفة دي كانت آه، ظرف علب تلاجة وبلاستيك، ومن فوق بقى ترمس والكولمان وطقم حافظ طعام ما شاء الله. هنا عملت لها كاسات تقديم الضيوف وطقم شربات، ومن فوق طقم الميلامين زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل ده. كانت الضلفة واسعة يعني، أخدت اللي هو الطقم اللي هو الكامل ده. بسم الله ما شاء الله. أول مرة أشوف الطقم ده مع طقم شربات شفشق يعني مية. هنا طقم التوابل وطقم توزيع سيليكون. وعملت لها بقى كوفي كورنر كده على قدها، طقم قهوة وطقم شاي وكاتل جنب الاير فراير. هنا الضرفة دي ما كانش برضو معانا ضلف كتير، حطيت لها من جوه الطقم اللي هو الألمنيوم، ومن بره الطقم التيفال، وتحت برضو حطيت لها الطقم اللي هو الشاورما الألمنيوم، ومن بره الطقم الستيل. معاهم بقى كنك وبراريد كده، استغلال المساحة. هنا كانت زياتة. هنا بقى الأدراج بتاعت الرفايع، عملت لها الرفايع بتاعتها في أول درج كده بسم الله ما شاء الله، شكله منظم زي ما حضراتكم شايفين كده. ومن تحت بقى كل السبونشات بتاعتها، وباقي رفايع برضو، علب اللي هي الصوصات دي علبة الجبنة، الحاجات الصغيرة دي. من تحت بقى درج كان عميق، لميت لها فيها كل المقالب بتاعتها والجريل، وطقم صواني كيك،
كل يعني حتى مقالي القطن لميتها لها هنا في الدرج. هنا كان الميكرويف جنب الاير فراير كده، حطيت لها طقم صواني تقديم فوق الميكرويف. هنا الطقم اللي هو الجرانيت، بسم الله ما شاء الله، ومن فوق طقم الصواني البايركس والحلة بتاع العزومات دي بتاع الستيل، ما دخلتش معايا تحت. هنا الضرفة اللي هي النيش اللي احنا فتحناها، بسم الله ما شاء الله. قولي لي بقى، انا عرفت استغل المساحة وعرفت احط كل حاجة في مكانها في المطبخ، وعملنا التحدي بتاع دار مصر كل مرة. هنا العجال بتاعها كان فوق الفريزر كده، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يسعدها يا رب ويهنيها ويرزقها الذرية الصالحة. هنا بقى كانت غرفة الأطفال، اللهم بارك. التسريحة اللي هي المعلقة دي والسرير فرشت لها على الحفا كده زي ما حضراتكم شايفين. طبعا مفرشناش السجاد لأن كانت الستاير لسه مركبتش وكان لسه في شغل في الشقة يعني. هنا الدولاب بتاع اللهم بارك كانت مساحته ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وكان شكله جميل قوي. ربنا يسعدها يا رب ويرزقها الذرية الصالحة، اللهم آمين. دعوة حلوة من القلب لعروستنا عشان هي قمر وتستاهل. هنا عملت لها رف كبير كده للفوط، بسم الله ما شاء الله. من تحت بقى عملت لها الملايات كده زي ما حضراتكم شايفين على رفين، وفوط برضو عملت لها هنا البطاطين بتاعتها. هنا الملايات كده فصلت الألوان وعملت لها تدريج ألوان، ومن تحت عملت لها كوفرت للسرير الكبير. وهنا البطاطين ومفارش وكوفرتات، كلها أطفال، دفايات وكوفرتات، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يسعدها يا رب. الضرفة التانية بقى، هنا عملت لها الحفا اللي هي الحافل الكبير، ومن فوق عملت لها مفارش القطيفة للأطفال وكده. وهنا الأرفف دي هتبقى برضه لهدوم العريس الزيادة، لأن هو سيبنا له في الدولاب الكبير بس مش مكفيه يعني. والدولاب هنا كان كبير ما شاء الله. هنا بقى الحمام اللي هو الخاص بتاعهم، بسم الله ما شاء الله. كان في بقى ضرفة للمنظفات بتاعتها. هو طبعا السيراميك وكله كان بتاع الجهاز يعني ما شاء الله. هنا الضلفة حطيت لها فيها وزعت لها فيها المنظفات بتاعتها والشاورات. كان بس فاضل برضو الغسالة كانت لسه في الريسبشن برا، كانت هتدخل يعني الحمام جنب البانيو. هنا بقى غرفة النوم، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان كل الفيديوهات الجديدة توصل لكم. وما تنسوش تدخلوا على البيج، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف في أول تعليق مثبت عشان تشوفوا العروض الجديدة بتاعت السنة الجديدة. هنا عملنا لها بقى التسريحة زي ما حضراتكم شايفين كده بشكل هادي ورقيق. هي كانت رقيقة وذوق وعسل. ربنا يصلح حالها يا رب ويسعدها ويهنيها ويرزقها الذرية الصالحة ويبارك لها في زوجها وفي حياتها، اللهم آمين. عملت لها بقى الأدراج بقى باقي الميك اب بتاعها بقى والغسول والكلام اللي هي حضراتكم عارفينه. ربنا يسعدها يا رب ويهنيها، اللهم آمين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إيه برضو النظام الغرفة دي كان برضو التسريحة اللي هي تعتبر معلقة. دي كانت بلكونة كده. كان طبعا انتوا عارفين نظام الشقق في دار مصر. حطينا لها الأبجر الكيوت دي على الكومود. كان برضو في هنا بقى سجاد صلاة وطرح ما شاء الله. متنسونيش يا حبايب قلبي في اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان كل الشقق الجديدة توصل لكم، وتشيروا الفيديو كتير كتير عشان القناة تكبر بيكم، وما تحرمش منكم على كومنتاتكم الجميلة ليا واللي بتكبر بخاطري. وما تنسوش بقى الصلاة على الرسول في الكومنتات، وتدعوا دعوة حلوة للعروسة وتفرحوها في الكومنتات.
تعالوا نشوف بقى محتويات الدولاب مع بعض. هنا اللبس الشتوي بتاعها، بسم الله ما شاء الله، ساعته لها كده. هنا الرواب والبيجامات وكده، من فوق كده البيجامات والترنجات، ومن تحت ومن فوق كده الملايات بتاعت السرير الكبير، وفي النص كوفرتة للسرير الكبير، وزيناهم بالشكل ده. قولوا رأيكم في تزييني في الدولاب. هنا اللبس الخروج بتاعها، بسم الله ما شاء الله، كانت ضلفة كده عاملة زي الدريسنج، ومن فوق عملنا لها شنطة الخروج، بسم الله ما شاء الله. ربنا يسعدها يا رب ويهنيها ويصلح حالها يا رب، اللهم بارك. كانت مساحة الدولاب بجد كانت جميلة جدا، كان ارتفاعه عالي. هنا الباديات بتاعتها في الأدراج، اللهم بارك. الضرفة بقى دي حاطط لها بس بعض الملابس الصيفي كده، أخدنا رف بس صغير كده من العريس والباقي للعريس، وسيبنا له هناك زي ما حضراتكم شفتوا. من فوق برضه عملنا كوفرتة ودفاية وفوط لاستعمالها، بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك. نظرة كده على الغرفة، ربنا يسعدها يا رب ويهنيها ويفرحها. انا فرشت لها المفرش القاطفة بتاع على السرير، وعملت لها بجعتين كده. ربنا يسعدها يا رب ويهنيها ويصلح حالها يا رب. هنا الليفينج بتاعهم كان برضو ناقصه شوية حاجات، بس قلت اديكوا نظرة كده. كانت ركنة كده بالحرف ال باللون الزيتي، بسم الله ما شاء الله. ربنا يسعدها يا رب ويهنيها. ما تنسوناش في الدعاء يا حبايب قلبي، والصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة هلول شهر رجب إن شاء الله. كل عام وحضراتكم بخير. ما تنسوش شهر رجب من أشهر الحرم، فلا تظلموا فيهم في أنفسكم، زي ما الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم قال. أذكركم بصيام اثنين وخميس، والصيام الثلاثة القمريين من كل شهر. ربنا يجعله شهر خير عليكم إن شاء الله، ويهل علينا شهر رمضان بالخير والبركة، ويصلح حالنا وحالكم اللهم آمين. ويسعد عروستنا ويسعد كل عرايسنا يا رب، اللهم آمين، ويرزقنا من فضله. وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.